أهلا بيكم. أنا رضوان ودي الحلقة السادسة من بودكاست آراء. امبارح على بول الانستجرام قررت إن احنا نختار الحلقة دي مع بعض، فاديت لكم اختيارات وانتوا اخترتوا الحلقة دي. يعني الحلقة دي sponsored by you. أنا مختارتش أنا هتكلم عن ايه المرة دي، ولكن انتوا اللي اخترتوا. ولو حابين تختاروا الحلقة الجاية تكون عن ايه، فما تنسوش تعملوا لي فولو على الانستجرام وعلى التيك توك، اللينك هتلاقوه في الديسكريبشن. لما سألتكم معظمكم اختار فكرة ان احنا نتكلم عن ان الحزن ما بيوقفش حاجة، وان حياتك ما بتوقفش لما انت بتزعل. الفكرة ان احنا لما بنتضايق بنحب قوي نقفل على نفسنا الباب، نقفل على نفسنا الباب في الحياة وفي عقلنا كمان. بنحب نحس ان الدنيا بتقف، او لو يا ريت يعني ناخد ريست شوية كده ونموت ساعة ساعتين ونقوم تاني. بس الفكرة ان مفيش حاجة بتقف، حياتك ما بتقفش، والمسؤوليات اللي عليك ما بتقفش، واحلامك اللي انت نفسك فيها ما بتقفش. وبتلاقي ان كل حاجة ماشية وانت عامل زي الراكب. انت راكب مش سايق الدنيا، ومش عارف انت بتعمل ايه. انت مجرد واحد قاعد في الكرسي اللي ورا بيتفرج على الطريق وهو ماشي، لكن انت مش في ايدك تروح يمين او شمال، تروح فين وما تروحش فين، تقف امتى وتتحرك امتى. الفكرة ان احنا بننسى ان احنا حياتنا في ايدينا، وبنحب قوي نحس ان احنا ضحية. والحقيقي ان احنا بنحب احساس الضحية. يمكن تبقى عايز تضحك على نفسك وتقول لا انا ما بحبوش، ده احساس بيخليني احس اني ضعيف، متضايق، زعلان. بس الحقيقي ان احساس الضحية مريح. اصلا انا ليه هعمل حاجة وانا ضحية اصلا؟ ما هو انا ضحية. انا ليه هحاول ادافع عن نفسي او اعمل اي حاجة؟ انا كده كده ضحية. انا المجني عليه مش الجاني، والمجني عليه بيبقى قاعد مع المحامي بتاعه وهو مش عليه يعمل اي حاجة. الجاني هو اللي بيتحاكم والقاضي هو اللي بيقرر. بس احنا بننسى ان احنا نعرف ان احنا القاضي. انت قاضي حياتك، انت اللي بتقرر تعمل ايه وما تعملش ايه. مع ان ممكن ما تبقاش حابب الموضوع ده، ممكن تبقى لسه عايز ترجع طفل تاني وتقول لبابا وماما على اللي حصل وهم يحلوا الموضوع. تعمل البلوى وتروح تقول لهم هم يتصرفوا، تعمل الحاجة وتروح تقول لحد اكبر منك عشان انت طفل. بس احنا فجأة بنصحى وبنلاقي نفسنا في نص الطريق، بنلاقي نفسنا في دايرة كبيرة، وان كل حاجة بقينا بنعملها بقى ليها تبعيات. كل حاجة بقينا بنعملها بقينا محتاجين ان احنا ناخد قرارات فيها، وكل حاجة بنعملها بقينا محتاجين ان احنا نتحمل مسؤوليتها. ما بقاش في بابا وماما. بابا وماما ربنا يخليهم، بس بقوا جنبنا يسندونا ينصحونا، لكن مش هما اللي بيقرروا. ايا كان انت حاسس ان حياتك ماشية ولا انت ممشيها ولا حد ممشيها، فانا عايزة افاجئك واقولك ان في كل الحالات انت اللي بتقرر، وانت اللي بتقرر انت عايز تعمل ايه ومش عايز تعمل ايه. لان نفس الموقف ممكن حد ينهار منه، وممكن حد يبني حاجة عليه. نفس الموقف اللي انت ممكن تتعرض له ممكن تاخده بطريقة تعديه، وممكن تاخده بطريقة توقف لك حياتك. ممكن تحس في لحظة ان الدنيا بتقف منك، وممكن تحس ان الدنيا لسه ماشية، وان ده طبيعي ان يحصل مشاكل، وانك لازم تعديها. الحزن او خيبة الامل هما جزء رئيسي من الحياة، ما ينفعش تعيش من غيرهم. زي بالظبط ما ينفعش تعيش من غير هوا ومن غير ما قلبك ينبض. لازم تمر بلحظات تحس فيها انك تايه وانك طفل صغير مش فاهم اي حاجة. بس اللي لازم تفهمه ان هي دي اللحظات اللي بتكونك، وان من غيرها هتكون انسان بلا هدف، بلا قصة، بلا مستقبل. لان ما ينفعش ابدا حياتك كلها تبقى عبارة عن لحظات حلوة، ودايما لازم تلاقي نفسك فجأة حصل حاجة لخبطت لك كل حاجة. لان لو حياتنا عبارة عن وردي وردي والدنيا حلوة، هيبقى ايه اللي هنتعلمه؟ هو انت بتتعلم امتى؟ لما بتبقى مش عارف الحاجة، ولما بتغلط فيها وتتطور فيها فتلاقي نفسك بتتطور وبتفهم الحاجة. لو حياتنا كلها عبارة عن حاجات كويسة بس، مش هيبقى ليها طعم اصلا الحاجات الكويسة دي. ساعتها هتحس انك حياتك ملهاش لازمة، وان هو انا بعمل ايه اصلا، وهو انا عايش ليه، وايه الهدف، وايه الحاجة اللي انا عايزة اطورها. صفحتك ما ينفعش تبقى بيضة بس، ما ينفعش تبقى متسطرة ومتلونة وشكلها حلو بس. لازم يبقى عندك كتاب مليان بصفحات بيضة وسودة وحمرة وزرقة وخضرة، لان هي دي التجارب. تجارب حلوة، تجارب وحشة،
تجارب متوسطة، تجارب كان لازم تمر بيها عشان تتعلم، تجارب كانت احسن حاجة في حياتك، تجارب كانت كويسة في الاول بعد كده وحشت. ايا كان، كتابك لازم يكون مختلف عشان يكون ليه معنى، عشان يكون ليه هدف، عشان تلاقي نفسك بتتطور وبتتغير. لان انت بني ادم، حياتك ما ينفعش تمشي بريذم واحد ما بيتغيرش، لازم يبقى فيه لحظات حلوة ولحظات وحشة. احيانا بنحس بان احنا مبسوطين قوي، مفيش حاجة ممكن تاخدنا من الفرحة والثقة والإحساس الجميل اللي احنا فيه ده. بنحس ان احنا في فترة في حياتنا عدت واحنا كنا كويسين ومبسوطين، حياتنا ماشية كويس، كل حاجة تمام، حياتنا بكل النواحي حلوة. وفجأة بتلاقي نفسك كل حاجة بتبوظ، او انت شايف كل حاجة بتبوظ. فجأة بتلاقي نظرتك للحياة اختلفت. الحياة عاملة زي النضارة، أو نظرتك للحياة هي نضارة. في نضارة سودة وفي نضارة فاتحة، في نضارة بتديك ألوان وفي نضارة بتكون شفافة. نضاراتك بتختلف في الأوقات، وده بيختلف على حسب إحساسك وعلى حسب مواقف عدت وعلى حسب أفكار إحنا بنمر بيها وبتخلينا نغير وجهة نظرنا عن الحياة. يعني نفس الموقف ممكن في يوم تشوفه كويس جدا وعادي جدا ومفهوش أي حاجة تزعل، وممكن في يوم تاني تلبس النضارة الغامقة وتلاقي نفسك شايف كل حاجة بشكل يوجع، وتلاقي نفسك بتنهار. إحساس إنك تكون صعبان على نفسك يمكن يكون في لحظتها حلو، يمكن يكون في لحظتها مريح، لأنك ببساطة مش محتاج تعمل أي حاجة. كل اللي عليك هو إنك تكتئب، تتعصب، تعيط، تشرب سجاير، تخبط حاجة، تزعق مع حد، وبس. ولا انت محتاج تتعامل مع المشاعر دي، ولا محتاج تتصرف فيها، ولا تتعامل معاها، ولا تعمل اي حاجة. كل اللي عليك هو انك تطلع غضبك ده في اي حاجة. وساعتها الموضوع بيتحس ان هو حاجة حلوة. ايه يعني لما احط في وداني سماعة واقعد اسمع اغاني كئيبة تكئبني اكتر؟ ايه يعني لما افكر في حاجات اوحش من اللي انا مريت بيها فاتضايق اكتر؟ ايه يعني لما اقوم اكل كل حاجة في التلاجة عشان انا حاسس ان انا متضايق؟ ايه لما اقوم اشرب علبتين سجاير عشان انا حاسس اني مخنوق وعايزة اطلع غضبي في حاجة؟ وده ببساطة يدل على انك لسه ما تخططش، وانك شوية لسه طفل، لسه مش عارف تتعامل مع المشاعر اللي بتمر بيها. ومش هقولك انك دايما هتعرف تتعامل مع الحاجة اللي انت بتمر بيها حتى لو وصلت لأكبر درجة من النضوج. احيانا بيجيلنا مشاعر ما بنبقاش فاهمينها اصلا، ما بنبقاش فاهمين هو جاي منين وليه. بس في نفس الوقت لما بتتطور ولما بتنضج بتبتدي تفهم، زي بيقولوا كده مفاتيح بتحطها في اي حاجة بتشتغل. يعني مثلا انك تقوم تغسل وشك، تنزل تتمشى، تقوم تصلي، تقوم تستحمى، تعمل حاجات بسيطة تساعدك على انك تمر من اللحظة الحالية. الحاجات دي ما بتحلش الموضوع، حتى لو حسيت بعديها انك كويس هي ما بتحلش الموضوع. هو انك تقوم تغسل وشك او انك تشرب مية او انك تستحمى، الحاجات دي مش بتحل الموضوع 100%. لازم ساعتها تاخد اكشن. ليه انا حاسس بكده؟ ليه انا بعدي بده؟ وساعتها هتفهم انك لازم تشتغل على شوية حاجات. تعال نقول ان انت حاسس باحساس انك مش كفاية، انت حاسس انك مش كفاية على الشغل، مش كفاية على بني ادم، مش كفاية على الناس اللي حواليك، او انك مش كفاية لنفسك. لازم تفهم انت ليه حاسس بده. هل ده جاي من افكار قديمة، ولا حد في حياتك بيحسسك دايما بالاحساس ده، ولا انت افكارك دايما مسيطرة عليك لدرجة انك مبتعرفش تفرق ما بين افكارك والحقيقة؟ ساعتها بتلاقي حل، لانك بتكون بتفكر بطريقة هادية اكتر بكتير، بطريقة اعقل اكتر بكتير، فيها لوجيك ومش متساقة بالمشاعر. وعلى فكرة انا ما عنديش مانع ابدا انك تدي لنفسك وقت انك تتضايق، تتعصب، تعيط، تتخنق، مفيش اي مشكلة، طالما ان ده جزء من وقتك مش كل وقتك. لان ماذا بعد؟ نتضايق، نتخنق، نحس ان ملناش لازمة، نحس محدش عايزنا، بنحس ان احنا مش هنوصل لحاجة. ماذا بعد؟ انا عن نفسي مريت بمواقف كتيرة جدا خلتني احس ان انا مش موجودة، متضايقة، مخنوقة، حاسة ان نفسي صعبانة عليا.
بس لاني مريت بالمواقف دي كتير وغلطت كتير وحطيت نفسي في علبة المظلوم، لقيت نفسي دلوقتي بقوله ماذا بعد. طب ما انا مريت بالحاجات دي كتير وعيطت كتير واتضايقت كتير واتخانقت كتير واتعصبت كتير، ماذا بعد؟ هعمل ايه؟ هتصرف ازاي؟ هعدي ازاي؟ ما هو انا ما ينفعش افضل واقفة على جزء من الطريق ومش بدور على اي حاجة تخليني اوصل للناحية التانية. لازم اوصل للناحية التانية، عجبني او مش عجبني، تعبانة او مش تعبانة، خايفة او مش خايفة، لازم اوصل للناحية التانية. لازم الاقي طريق ولازم الاقي سبب ولازم احاول، عشان لو ما حاولتش مش هعمل حاجة وهفضل في مكاني وهفضل نفسي صعبانة عليا. ومفيش حد لما انت تكون متضايق هيزعلك اكتر من نفسك. مهما ما كان الناس هتحاول تهديك، هتحاول تطمنك، في الاول وفي الاخر كل واحد شايف حياته ومركز فيها اكتر منك 100 مرة. محدش هيقف ويقول يا جماعة ده متضايق. العالم مش هيقف، المواقف مش هتقف، القرارات مش هتقف، مستقبلك مش هيقف، احلامك ما بتقفش، لو عليك مذاكرة ما بتقفش، لو عليك شغل ما بيقفش، لو عليك بيت تهتم بيه ما بيقفش، نفسك ليها حق عليك، حقها ده ما بيقفش. لما انت بتتضايق وتتخنق وبتحط نفسك في اكتر فقاعة ممكن تكون هتفرقع فيك في مرة، لما تحط نفسك في فكرة ان انت الضحية وانك مظلوم وانك ما عملتش حاجة وانك بس دايما الدنيا جاية عليك، مفيش حاجة بتتغير. قولي مرة واحدة بس كنت ما بتعملش اي حاجة غير انك بتعبر عن الغضب اللي جواك وحاجة اتغيرت. ولا الناس ولا الدنيا ولا حياتك بتتغير بالعافية. كل حاجة في الدنيا بتتغير واحدة واحدة، حتى الإحساس السلبي اللي انت حاسه بيتغير واحدة واحدة. من كام يوم أنا دايما بحب أتكلم معاكم بمواقف بمر بيها، يعني كل الحلقات اللي أنا بعملها دي مش حاجات بس أنا بفكر فيها، دي حاجات أنا مريت بيها وعدتها. من كام يوم جالي زي مشاعر سلبية قديمة، كنت فاكرة اني تخطيتها واني تعديتها وان الموضوع خلص واني I healed from it. بس الحقيقي ان مفيش مشاعر قوية جواك الا وبتفضل موجودة. الفكرة هو انك بتعززها قد ايه، هو انك بتقويها قد ايه، وبتحط بدلها مشاعر عاملة ازاي. يعني انا عايزك تفكر في فكرة المشاعر اللي جواك زي علبة. العلبة دي مليانة حاجات كتير، مليانة بونبوني بايظ وبونبوني سليم. البونبوني بايظ دايما كان بيبقى فوق لان هو كان بيبقى اول حاجة جت، وعشان تبدله بالبونبوني السليم محتاج انك تنزل البونبوني ده تحت خالص وتحط فوقيه بونبوني سليم. يعني تحط بدل الحاجات اللي بتوجعك والافكار اللي بتلغوش لك حياتك، تحط بدلها حاجات احسن وافكار احسن عن نفسك وتصرفات تدل على انك اتحسنت. ده مش معناه ان الحاجة اللي بايظة اللي تحت ما بقتش موجودة، هي موجودة، واحيانا كده وانت بتقلب ممكن تلمحها. بس هتعمل ايه لما تلمحها؟ لما حسيت بالاحساس ده تاني وحسيت ان انا رجعت لنقطة الصفر، اتخضيت وحسيت يعني هو كل اللي انا عملته ده ما كانش ليه لازمة. بس الحقيقة لا، لو كنت رجعت لنقطة الصفر ما كنتش عرفت ان انا في نقطة الصفر اصلا. ما هو انت لما بتبقى في نقطة الصفر ما بتشوفش اللي قدام، انت بتبقى شايف اللي انت فيه بس وما بتبقاش عارف انك في نقطة الصفر. اديت لنفسي وقت ان انا اعبر عن مشاعري دي باي طريقة تحبها، ولكن الطريقة دي لازم تكون ما بينك وما بين نفسك. يعني ما تأذيش حد تاني لمجرد انك متضايق، ما تهنش حد لمجرد انك متضايق، ما تتخانقش مع حد لانك متضايق، لان هو ملوش ذنب وملوش دعوة ومش بتاعته. اديت لنفسي وقت ان انا اعبر عن اللي انا حاسة بيه مع نفسي، عيطت، اتضايقت، اتخنقت، وقمت بعد كده. واللي انا هقوله ده لو انت ما بتقتنعش بيه براحتك، بس مش لاقيه كلمه تعبر او جمله تعبر عن اللي انا عايزه اقوله غير this shit fucking works. هذا الشيء بيشتغل ودايما بيشتغل. يمكن يكون نقطه من بحر ولكنه نقطه ونقطه مهمه. قمت
وابتديت ان انا ادي لنفسي كلام ايجابي ببساطة. وما كنتش بس بقول لنفسي كلام كويس وخلاص، مش انتي ذكية وجميلة وحلوة وفيكي كل حاجة جميلة، لا، انا كنت بودي لنفسي كلام ايجابي بدلائل. انا ذكية لاني كذا كذا كذا، وطموحة لاني كذا كذا كذا، والناس بتحبني لاني كذا 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 كذا. مش عشان انا عايزة يبقى انا كده، لا، لان انا عمري ما بقتنع بفكرة ان انا اقعد اكد لنفسي افكار انا مش لاقيه لها اي دلائل، وما بحاولش ان انا ادي لها اي دلائل. لازم دايما يكون عندك ليه انا كذا كذا كذا. ما ينفعش ان انت تبقى ماشي الحياة بان انا انسان ناجح، وان انا انسان قوي، وان انا انسان محبوب، وانا بتعامل مع كل الناس وانا مكشر وشي، ما بشتغلش على نفسي، ما بشتغلش على مستقبلي، ما بعملش حاجة ليا فيها شغف، ما بطورش اي حاجة. ما ينفعش يكون حقيقتي حاجة واللي انا فاكره حاجة، لان دي تعتبر جزء من النرجسية. بعديها قمت غسلت وشي، مسحت الميك اب، مع اني كنت داخله خلاص هنام وانا وشي متلهبك وتعبانه ومغيرتش وما عملتش اي حاجه. قمت مسحت الميك اب وغسلت وشي، اتوضيت وصليت، استحميت، كلت، شربت، قعدت اذاكر ونمت. اي نعم، ما كنتش نايمه وانا حاسه ان انا فراشه، كنت حاسه ان لسه متضايقه، لان انا بني ادمه، لان انا عندي مشاعر، لان احنا بني ادمين وما بنتعاملش معامله الماشين. انت مش سيستم بيتظبط بتعمل ديليت لحاجات وبتحط حاجات وبتاد فايل. انت بني ادم، مشاعرك معقده جدا، وفكره انك تعرف تتعامل معاها شويه ده محتاج قوه كبيره جدا. فكره انك قاعد بتسمع لحد دلوقتي، يبقى انت عايز تتعامل مع ده، يبقى انت عايز تعرف تعمل ايه لما تحس انك متضايق والدنيا بتقفل ابوابها عليك. الدنيا عمرها ما بتقفل ابوابها عليك، ويعني عشان ابقى موضحه الموضوع، الدنيا ملهاش دعوه، ربنا عمره ما بيقفل ابوابه عليك، دايما هتلاقي فيه باب مفتوح، بس احنا في عز الضلمه ما بنشوفش العتبه المفتوحه، ما بنشوفش ان يمكن يكون الحاجه اللي احنا عايزينها قوي دي مش بتاعتنا، او احنا ما اشتغلناش كفايه عليها. ربنا دايما موجود، عشان كده دايما بقولك في عز ما تكون متضايق قول الحمد لله، عشان انا متأكدة وانت متأكد ان انت عندك حاجات في ناس تموت عشانها. معنى انك قاعد بتتفرج عليا او بتسمعني دلوقتي هو انك عندك موبايل، نت، مية، سقف، بتسمع وبتشوف. الحاجات اللي انا عديتها دلوقتي دي صدقني في ناس بتموت عشانها، صدقني في ناس تتمنى لو تقعد ساعة فيها، في ناس بتحارب عمرها كله عشان توصل لحاجة فيهم، وانت عندك الحاجات دي، ومتأكدة انك عندك اكتر، بس مش هقدر اكون سبيسيفيك قوي لان كل واحد مختلف عن التاني. بس متأكدة انك لو فتحت عينك ولبست النضارة الشفافة، لان احسن نضارة تلبسها هي النضارة الشفافة، هتوريك الحقيقة، الحاجات الحلوة والحاجات اللي لسه محتاج تشتغل عليها، الحاجات اللي لسه ما كملتش ويمكن ما تكملش، لان الحياة مش كاملة، الحياة مش المفروض تبقى كاملة، حياتك مش المفروض تكون لوحة جميلة مرسومة فيها كل حاجة صح. حياتك المفروض تبقى لوحة جميلة ليها معنى، مش مجرد رسمة حلوة، رسمة حلوة ليها معنى وهدف. على فكرة حياتك مش لازم تكون وحشة، مش لازم تكون وحشة عشان تكون بني آدم، مش لازم تكون مكتئب عشان تكون بني آدم. ممكن تبقى ناجح ومبسوط وعندك كل حاجة وبرضه تحس بمشاعر سلبية، لأن احنا بني آدمين، وزي ما بيقولوا ما بيملاش عيننا إلا التراب. بس في عز ما انت مش مالي عينك غير التراب قول الحمد لله، لأن ربنا هو الحل. كل اللي أنا بقوله ده هي حاجات تساعدك في الدنيا، بس في الأول وفي الآخر ربنا هو المتحكم الرئيسي. يمكن انت تكون القاضي في قراراتك وانك ازاي تمشي حياتك، بس ربنا هو القاضي في كل حاجة. وزي ما ربنا يقدر يقول كن فيكون، لازم يبقى عندك أسباب، ولازم تدي أسباب عشان ربنا يوفقك، وعشان تقدر انك تتعدى حاجات حاسس انك عمرك ما هتتعداها، وعشان تقدر توصل لحاجات يمكن عندك احساس انك عمرك ما هتوصل لها. الحلقة دي انا فكرت فيها كتير قوي وقعدت اعيدها كتير عموما عشان اتكلم فيها يعني، وصراحة اتبسطت لما انتوا اخترتوا الحلقة دي، لان انا كنت عايزة اتكلم، ده اكتر موضوع كنت عايزة اتكلم فيه. الحلقة كده خلصت، واتمنى اشوفكم في الحلقة الجاية
متنسوش تعملوا فولو على الانستجرام عشان تقدروا تختاروا موضوع الحلقة الجاية، وما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للابسود دي، لان ده بيساعد جدا ان الالجوريثم يفهم ان الحلقة دي مفيدة وكويسة ويقدر يخليه ناس اكتر يشوفوها. وبس كده، اشوفكم على خير.